إصابة عضلية لبوفال مع فريقه سان جيلواز. تعرض اللاعب الدولي المغربي سفيان بوفال لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه يونيون سان جيلواز ضد أنتويرب، والتي انتهت أطوارها بنتيجة 5-1 مساء السبت على ملعب ماريان في بلجيكا. وجاءت إصابة بوفال بعد مرور نحو 10 دقائق فقط من بداية اللقاء، حيث تعرض لاصطدام مع أحد اللاعبين ليتدخل الطاقم الطبي ويغادر الملعب بسبب الإصابة. ليتبين من خلال تقارير إعلامية أنه يعاني من إصابة عضلية، ولم يتم الكشف حتى الآن عن مدة غياب اللاعب المحتملة، لكن الإصابة تثير القلق حول جاهزيته للمباريات المقبلة مع فريقه، وكذا عن احتمالية استدعائه للنخبة الوطنية في معسكر يونيو.